النهارده ممكن 3-1. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ لازم نورث الزملكه عشان الزملكه واجب وطني. احنا اللي في دار الزمالك، هو اللي باقي للزمالك هو جمهوره بس. عايز احس عارف انت الحماس اللي في الملعب ده. الشوط الاولاني لا مش هي فرقه جديده. شفت بقى ايه بقى؟ شفت بيقول لك تفائلوا بالخير تجدوه. ايوه الثاني دخل فينا جول، ما يخش فينا جول. والله ما شاء الله استمتعت، ادرينالين فوق نمشي مع الزمالك في كل الحدود. مفيش ماتش فوته في اي حته. لا عشق، احنا بنحب نادينا، هو ده نادينا اللي كل الجمهور. مفيش زي جمهور الزمالك. جمهور الزمالك حاجه جامده قوي، وبيحب فرقته وبيحب ناديه. اهلا بيكم من استاد القاهره الدولي، مباراه الزمالك وطلائع الجيش في الدوري العام والبروفا الاخيره قبل سوبر المصري او سوبر الابطال. مفيش والله ولا انت منين؟ مرهق بس انا من امبابه. جاي مرهق من بابا؟ ده في ناس جايه محافظات يعني. عارف والله ده جاي من الدقاليه. جاي من الدخليه؟ جاي مع بعضينا. ازاي بقى انت هتمثل؟ تعالى نعمل هيصه لما نلاقي ناس، ما لقيتش اي حد في المترو. تعمل هيصه ما تلاقي ناس. بمعنى ايه الهيصه بقى؟ الهيصه نوع هتافات ونتنطط في المترو، بس ما لقيتش ناس. انا وهو واحد بس كمان. عامة لما بنكون كسبانين كل حاجه واحنا مروحين بندغدغ المترو. بطريقه كويسه يعني عشان ما حدش ياخدها من دغدغ المترو غنى وفرحه عشان فرقه. طبعا كل حاجه ده الماتش الكام ليك الموسم ده؟ الموسم ده والماتش. او ماتش تحضره؟ الموسم ده؟ اه. ليه كده يا عم؟ انا حسيتك بتحضر كل ماتشات. ما لا، انا عشان بسافر كتير وبروح هنا وهنا، فمش فاضي ان انا اجي. النهارده العدد اقل شويه؟ النهارده طبعا العدد قل. انا مستني زملكاويه في المترو، مستني زملكاويه اشوفهم هنا، ما فيش ليه؟ لسه جايين. ليه؟ الفرقة كل شوية تتعادل برضو في حاجات تانية يعني. وبرضو عشان الساعة 5 وقت شغل، لسه في ناس ما خرجتش من الدوامات وكده. دوامات. انت عايش في الخليج؟ عشان كده. انت ايه رايك النهارده؟ يمكن موجودين فاضل على الماتش حوالي نص ساعه ولسه الجمهور ما حضرش بالكثافه اللي احنا متعودين عليها. طبعا يعني، بس هو مباراه مهمه جدا كل حاجه، ومدرب جديد لازم نتعرف عليه برضك ونشوف فكرته. يمكن النهارده قليل جدا لما بلاقي واحد لوحده راح يحضر الماتش. عاده بص قدامنا تلاقي اتنين ماشيين مع بعض، 3 جروبس، لكن واحد ماشي لوحده. الشغل بس. جاي من الشغل. الشغل وجاي انت تذكرتك في ايدك والزمالك كل حاجة عشان نيجي نتفرج عليه. هنعمل ايه طيب؟ هو الزمالك هو لازم احنا نتفرج عليه، ولازم نروح ورا في كل حتة. ما احنا اللي في دار الزمالك، هو اللي باقي للزمالك هو جمهوره بس، مفيش حاجة تانية. يمكن دي رسالة انت بتقولها وبتطبقها عمليا. أيوة. الزمالك بجمهوره وبجمهوره بس هو الزمالك هو اللي باقي له جمهور. طول ما الجمهور في ظهر الزمالك عمره ما هيقع. بس ولا إدارة ولا لعيبة. خد بالك انت داخل الثالثه كمان، ولا داخل الاولى ولا المقصوره. هو داخل تشجع. هو الثالثه واحنا اللي هنشجع. انما نقعد اولى نتفرج في البيت احسن. انما عشان نشجع في الثالثه ورا الزمالك. يمكن جاي النهارده العيله، جاي انت والعيله مظبوط، تحضروا ماتش الزمالك. صح. ويمكن مزبوط. ده مثال في اي وقت وتحت اي بند. تعالي قربي معانا، اتفضلي معانا. تحت اي بند وتحت اي وقت الزمالك لجمهوره وبجمهوره. مظبوط. طبعا يعني بالرغم من الفترة اللي فاتت كانت فيها شوية عقبات وشوية دروبات زي ما بيقولوا في الماتشات. الزمالك جمهوره معروف طول العمر ورا الفريق، مهما اتغير علينا مجالس إدارة، مهما اتغير علينا التيم بتاع الكوتش والناس المساعدين ليه، مهما كانت الأسامي، الزمالك ورا الفريق بتاعه. جمهور الزمالك على طول في الاستاد. جايبينه اول ماتش الماتش ليه النهارده اسمه ايه؟ الزمالك زايد. ربنا يخليه. ربنا يخليك. اول ماتش ليه النهارده، وحابين ان احنا نقف جنب الفريق وجنب النادي، لان احنا النادي ده عمره ما ينتهي، عمره ما هنخلص اهو. زوجتي زملكاويه يعني عن اقتناع ولا عشان مش قصدي حاجه يعني، بس اللي هو ممكن يكون ممكن عن مقتنع ولا عن اقتناع. لا والله على اقتناع. عن اقتناع. ان شاء الله النهارده نكسب. نحاول ان احنا يعني نعوض الاخطاء بتاعه الماتش البنك الاهلي، وباذن الله قبل السوبر المصري ناخد دفعه كده معنويه. بالك عيله زملكاويه وزايد لسه يعني ما شهرين ولا حاجه، 3 شهور وداخلين تحضروا بيه في قلب التالتة يمين. ليه؟ عشان الزملكه واجب وطني. واجب. حلوه دي. حلوه، جابها منين دي؟ حلوه، عجبتني. الزملكه لازم نورث الزملكه، لازم. والتالتة بقى. والتالتة طبعا لازم يبقى في التالتة يمين. فباذن الله نعوض الاخطاء اللي حصلت، طبعا مع مستر احمد عبد الرؤوف. ربنا كده يسهل ان شاء الله النهارده.
الزمالك قرر يكافئ الجمهور بهدف مبكر، ان شاء الله تكمل على خير. عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ انت عامل ايه يا عم؟ كله حلو؟ جاي منين؟ بني سويف. جاي مخصوص بني سويف ولا كنت هنا في القاهره؟ لا انا بني سويف اصلا، كليتي هنا في القاهره، بروح وباجي كل يوم. ايه رايك في الفرقه؟ مباراه جديده بشكل جديد، مدير فني جديد، اداره فنيه جديده. طبعا الفرقه حلوه النهارده، بس ناقصهم التركيز. في تركيز ناقص خالص عن اللعيبه كلها، لازم التركيز. ورسالتي للعيبه، طالما انتوا وصلتوا ولعبتوا في الزمالك يبقى انتوا لعيبه على اعلى مستوى، ما ينفعش ان انت تفرط في اي نقطه تاني. كفايه اللي راح نبص بقى للي جاي. ايه لما بزيرة وقع واتصاب وخرج؟ قلبي وقع بصراحه، قلبي وقع خالص. يعني بزيرة عليه يعني جزء كبير من الفريق. هو الزمالك مش بيعتمد على لعيب واحد بس، برزيرة يعني عالمي، يقدر يعدي من واحد واثنين ويخلص. تقول للعيبه ايه؟ رسالتك ليهم ليه قبل بطوله السوق؟ لا رسالتي بقى لازم كل واحد يشوف اسم الزمالك وبيلعب هو في نادي ايه. انت بتلعب في نادي اكبر نادي في افريقيا. منين؟ ايه؟ انا من الجيزه. منين من الجيزه؟ من الجيزه، من مركز الصف. احسن ناس. الله يبارك لك حبيبي. عايز تقول حاجه للجمهور ده؟ جمهور اقسم بالله ما هيلاقوا جمهور زي جمهور الزمالك. انا والله مستني من الساعه 9 الصبح من بعد الجامعه عشان احضر الماتش. انت ما روحتش شنطتك دي؟ حاجه الجامعه جاي من الجامعه. كليه ايه؟ كليه بتاع اعلام. كليه اعلام. ما شاء الله عليك. انا محاسب في عامر جروب. كانت اجازتي المفروض تخلص النهارده، انا جيت حضرت ماتش البنك هنا ومديت اجازتي عشان الزمالك. انا باجي عشان جاي منين اصلا؟ شغلك فين؟ منطقه ايه؟ او شغلي في العلمين، الساحل. في الساحل. جيت انا من البحيره، جيت على البحيره وجيت حضرت ماتش البنك الاهلي، وانا طالع من هنا يوم واحنا متعادلين حجزت تذكره ماتش الجيش النهارده عشان بحب الزمالك. انا متفائل على فكره، احمد عبد الرؤوف مدرب كويس وطلع مع بلديه المحله درجه ثانيه وبدا معاهم كويس. لو تفتكر مع حسام اشرف المهاجم بتاعنا اللي عرناه تاني، انا مستغرب مش عارف يعني كان مع جروس كده. انا بستغرب من حاجه بقى. في يعني مدربين في الزمالك كويسين. مؤمن سليمان انا ليا ماضي معاه. الراجل لسه اهو النهارده اول ماتش نشجعه. كويس جدا على فكره، كويس جدا وانا متفائل. تقول له ايه قبل السوبر؟ بالتوفيق يا كابتن. بس 3 ايام عندنا ماتش سوبر، تقول لهم ايه؟ عايزين الزمالك بتاع السوبر الافريقي باقل لعيبه، خدنا بطوله ان شاء الله. فعايزين الروح بتاعه لعيبه الزمالك اللي في السوبر الافريقي. حبيبه اول ماتش ليكي الموسم ده؟ صراحه اول ماتش. وايه رايك في الاجواء؟ وايه رايك في الثالثه يمين؟ الاجواء طبعا يعني انا اصلا باجي عشان الجماهير وان انا قاعدين في الثالثه كمان يعني، مش قاعدين في المقصوره او الاولى، قاعدين في الثالثه. انا ده مكاني هنا. بس انا بحب الاجواء هنا جدا بصراحه. ايه رايك في الرجاله دي؟ بيجوا دايما ويشجعوا 90 دقيقه. عايز والله. بصراحه. جيداء حبيبه قالت لي مش اول ماتش ليكوا ده. ده اول ماتش ليكوا تحضروه؟ لا انك بتقولي ده اول ماتش في الموسم لكن مش اول ماتش عامه في الاستاد. ايه رايك في الثالثه يمين؟ وايه رايك في الرجاله؟ ودول الوحيدين اللي دايما في اي ماتش في اي بطوله عمرهم ما اثروا مع الفرقه. بحب ان اجي هنا عشانهم، وبحب ان انا اكون معاهم وبنغني مع بعض وكده. بتشجعي يعني؟ خدي بالك الشوط الثاني هصورك وانت بتشجعي. انا بقول لك اهو. لا صورها. اصورهم هما الاثنين، لو ما بتشجعوش هتتفتحوا بقى، طلعتوا كده بتقولوا اي كلام. تقولي ايه اللعيبه ان شاء الله؟ ربنا يوفقهم وان شاء الله ناخد الدوري والسوبر الافريقي ان شاء الله. شكرا ليك. واللي رباني دايما ايه؟ زملكاوي. دايما زملكاوي. قول الزمالك بطل السوبر ان شاء الله. الله يرحمه زملكاوي. الله يرحمه. وهم طلعتهم زملكاويه زي غصب واقتدار. مفيش حد في البيت اهلاوي ها؟ ده عيش هم من صغرهم. مفيش حد في البيت اهلاوي ها؟ لا ما يطلع المدام حتى زملكاويه برضه، بس بتاخد لازم. قول الزمالك بطل السوبر ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك بطل السوبر يا رب. الروح بتاعه السوبر الافريقي. حبيبي الزمالك بطل السوبر ان شاء الله، والدوري كمان. جيداء الزمالك بطل السوبر ان شاء الله. ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله هياخد بطل السوبر، هيكون بطل السوبر. شكرا ليك. شكرا. ايوه الثاني
ولد يا ولد يا ولد. قلت لك ايه انا؟ قلت لك هنكسب النهارده. ايوه عليه يلا زملكاوي. الزمالك بيجيب الجول الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. ايه؟ الشوط الأولاني؟ لا مش هي، فرقة جديدة. شفت بقى؟ ايه بقى؟ شفت؟ اهو يقول لك الثالث ده. ازاي الكلام؟ انا قايل ان الزمالك يكسب 3. يا رب ان شاء الله على كده. في الدقيقة 60 الزمالك بيجيب الجول الثالث 3-0. الزمالك 3 طلع على الجيش 0. بإذن الله تبقى بروفة قوية قبل السوبر المصري. بقول لك كل ما ننزل النزله دي دخل فينا جول لازم يخش فينا جول. دخل فينا جول مش هننزل تاني النزله دي والله العظيم. ننزل اي حد. نادي ملكي ما فيش كلام الان. نادي ملكي ان شاء الله الف مبروك على الفوز وتشرفت بكم والله تشرفت بكم. شرف لينا ان انت موجود هنا. جماهير بلدك الثانيه شالوني على رؤوسهم. ان شاء الله العقبه فرصه ثانيه ان شاء الله. طب انت عارف ان الزمالك داخل على بطولة السوبر المصري في الامارات. في الامارات. ايه الاهلي بيراميدز سيراميكا والزمالك. لا خليها بالترتيب. الزمالك بيراميدز زمالك بيراميدز سيراميكا الاهلي والاهلي. معلش دول الفرق قبل البطوله. النهارده انت اول ماتش تحضره الزمالك؟ اول ماتش في حياتك. اول فرصه لي في حتى لما رحنا لعبنا في الجزائر ما كنتش بتاع. وانا ذاهب يوم الثلاثاء زعما كما يقول لك احنا في الجزائر نقول لك خاتمتها مسك. ختمتها مسك ولن نزكي على الله احد. مشي في وجوهكم راني نهضر من جوا قلبي والله ما شاء الله. استمتعت ادرينالين فوق فوق فوق. تقول لي ايه بقى؟ نمشي مع الزمالك في كل الحدود. حلو بارك الله. تقول للجمهور قبل بطوله السوبر ان شاء الله اتمنى التوفيق لنادي الزمالك. هذا نادي عريق جدا رغم مش وليد البارحه. من 1911 وهو يناضل ويحارب ويجاهد في كل تلقى في كل فئات. عجايز يتفرجوا نساء يتفرجوا صغار كبار كل الفئات. وانت مش شايف اصغر زملكاوي؟ والله العظيم والله انا كيشتو قلت لك اتمنى ما شاء الله ما شاء الله اتمنى من كل قلبي ان شاء الله نتمنى نشوفهم دايما لفوق. وهذه تحيه معليش. يلا هذه تحيه لكل اهل المغرب. تحيه لكل اهل الجزائر. تحيه لكل اهل الجزائر والمغرب كمان. وخاصه المغرب تونس مصر. نحن كل اخوه. صح نحن كل اخوه. هذه كره تجمعنا حقيقه ان شاء الله ما تفرقناش. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. يمكن الحاجه الوحيده والمعادله الثابته في ماتشات الزمالك هي الجمهور. الجمهور النهارده شايفه موجود بيشجع ايا كانت الظروف ايا كان موقفك ايه في الدوري او في اي بطوله. تمام. هو الحمد لله رحيل المدرب اكيد عمل طفره كبيره جدا واحنا بنأيد الكابتن احمد عبد الرؤوف. اداء مختلف النهارده والحمد لله ان شاء الله باذن الله متفائلين في السوبر ان شاء الله. وباذن الله نرجع بالسوبر ان شاء الله. كل اللعيبه ايه قبل السوبر؟ اقول لهم شدوا حيلكم انتوا رجاله وراكم جمهور اسد. واتمنى ان شاء الله نرجع بالكاس من الامارات باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. يا لواء يا نجم. لا ده النهارده الزمالك كسبان. مبروك والنفسيه مرتاحه. كل حاجه جميله والف مليون مبروك وربنا رب يكرمنا ويعود الزمالك للبطولات لان احنا بنحب الزمالك وبنموت في الزمالك. مفيش ماتش بتفوته. مفيش ماتش افوته في اي حته. ده عشق. احنا بنحب نادينا. هو ده نادينا اللي كل الجمهور ما فيش زي جمهور الزمالك. جمهور الزمالك حاجه جامده قوي وبيحب فرقته وبيحب ناديه وربنا رب يكرمنا دايما. تقول لهم ايه قبل السوبر؟ الجمهور واللعيبه. ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ربنا هيكرمنا ان شاء الله. وافتكر الكلام ده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا هيكرمنا. شكرا ليك يا لواء حبيب قلبي. سلام. الزمالك قادر يعني يحسن مود اي جمهور او اي ناس. كون ان هو يكسب ده بيحسن مود
كتير من الزملكاويه، رغم ان الاداء برضو في تحفظ على الاداء وفي احسن من كده في يمكن لسه اول ماتش لاحمد عبد الرؤوف رسميا يعني. بالظبط، ولكن احنا يعني بنامل ان شاء الله ماتش السوبر او بطوله السوبر اللي جاي يكون افضل من كده شويه. شايف ازاي الزمالك في السوبر حظوظه ايه، وتقول ايه اللعيبه والجهاز الفني؟ بطوله صعبه، ولكن احنا جمهور الزمالك في ظهر اللعيبه، واعتقد ده الحافز الوحيد اللي ممكن يخليهم يفرحوا الجمهور ده. فاتمنى ان شاء الله يكونوا على قد المسؤوليه ويكسبوا البطوله ان شاء الله، لان الزمالك فريق كبير، الزمالك مصنف ياخد البطوله طبعا. اي بطوله الزمالك بيشاركها، وديه دوليه افريقيه، الزمالك مؤهل ليها بالظبط كده. فده احنا بنتمنى ان احنا ان شاء الله نشوف قول يا رب الزمالك بطل السوبر ان شاء الله. الزمالك بطل السوبر ان شاء الله ان شاء الله. السعد وش الخير. انا عارف دايما لسه كنت بتكلم مبسوط لما الزمالك بيكسب، كل الجمهور ده بقى ماشي بيضحك ومبسوط مش عايز اقول لك دي فرحتنا، اقسم بالله دي فرحتنا. اهم حاجه عندنا الزمالك، والله ما لنا غيره فعلا. الزمالك ده والله ما لنا يعني المرتين الماتش اللي فات مش عارفين ننام من حاله الدم، والله ما عارفين ننام من حاله الدم. وباذن الله النهارده الفرقه احسن وفايقه اكتر كتير، وحس اللعيبه بتلعب بنفس، دي اهم حاجه، اللعيبه بتلعب بنفس في الكاميرا. ان شاء الله الزمالك بطل السوبر بتاعنا، قول السوبر بتاعنا ان شاء الله يا رب. مبسوط طبعا. الزمالك هو حياتي كلها، وبتمنى بس الفتره الجايه دي ان شاء الله نساند الكابتن احمد عبد الرؤوف. ان شاء الله احنا شفنا الزمالك اللي احنا كنا نتمناه طلع النهارده، فبتمنى ان شاء الله تكمل على خير، وان شاء الله نقدر نقدم اداء كويس في السوبر. تقول ايه اللعيبه والجهاز الفني قبل السوبر؟ شدوا حيلكم، انتوا بتلعبوا في الزمالك، العبوا باسمكم بتاريخكم، نادي الزمالك نادي كبير، وان شاء الله هترجعوا بالبطوله. ان شاء الله الزمالك بطل السوبر. ان شاء الله الزمالك بطل السوبر. الماتش خلص زي ما قلنا 3-1 نادي الزمالك. جمهور الزمالك وصل رسائل كتير مهمه، اهمها بطوله السوبر المصري ان شاء الله نادي الزمالك، وتاني رساله كانت لاحمد عبد الرؤوف، قال له العب كوره ما تشيلش هم. احمد عبد الرؤوف كل الدعم لفرقه نادي الزمالك قبل السوبر المصري، كل حاجه سهله ما دام وراك الجمهور ده، اللاعب رقم 1.